نهاركم اسعد الايام، مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجتنا. واليوم وتوا بليتو قايت هدرتنا هدرة اليوم. في هدرة اليوم باش نرجعوا على قرار الإضراب متاع القضاة والمشكل الكبير اللي صار وكتاب المحاكم بيان سور اللي عامل بوليميك كبيرة واللي عمل شلل كامل أو شبه كامل للعدالة في تونس. يعني نحب نقرأ شوية قبل ما نعطيك الكلمة علي لبلاغ ترتيبات الإضراب اللي صدر من المكتب التنفيذي جمعية القضاة التونسيين، وبناء على قرار صادر بتاريخ 4 ديسمبر 2020 والقاضي بالتمديد في الإضراب المعلن عنه سابقا بكافة ترتيباته لمدة 5 أيام لغاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر الجاري، بدخول الغاية مع دعوة السيد رئيس الحكومة إلى وضع حل نهائي لهذه الأزمة الوطنية الخطيرة. إلى غير ذلك فإنه يوضح للرأي العام المكتب التنفيذي معناها القضائي والوطني أنه الإضراب المقرر يستثني منه المسائل التالية اللي هي البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين. الحاجة الثانية النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، والحاجة الثالثة النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد. الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات في الخامس معناها في القرار الخامس أو في الحاجات اللي باش ممكن هي تستثنى من الإضراب هذا. نحكيو على الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية. ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات إنجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة. هكا إني قريت بلاغ ترتيبات الإضراب اللي يصدر على المكتب التنفيذي جمعية القضاة التونسيين، وكما قلت من الأول الإضراب مازال متواصل، والشيء هذا اللي عمل شلل كامل على مستوى العدالة في تونس. دونك أنا اليوم اخترت باش نحكي لكم زادة على إضراب القضاة والكتب للجمعة الرابعة لي حتى لليوم. الناس حالها واقف، قضية استعجالية لازم يتم النظر فيها واقفة، قضية إيقاف تنفيذ زادة واقفة، هذا الكل والحكومة ما تفعلتش معاهم. نعرفوا اللي سلك القضاء سلك نبيل جدا في تونس، والناس الشعب بصفة عامة معناتها يطمئنوا وعندهم معناتها يطمئنوا كي تمشي حاجة القضاء وعندهم الثقة فيه. دونك هو كي تجي تشوف المطالب اللي طالبينها فيها حاجات معقولة وفيها اللي مش معقول. من أهم مطالبهم الزيادة في الشهرية، والمطلب الثاني تدعيم التعاونية يعني كونفونسيون مع لوبيتال ميليتير. لكن في هذا الكل واللي يهمني هو حال الناس المعطلة يستناو في الحكومة باش تتفاهم مع القضاء اللي هي بيدها ما هيش فاهمة روحها وما هيش فاهمة قراراتها. كما البارح صرحت وقالت اللي الكوفر فو حتى لل 31 مارس وبعد ساعة من زمان تكتب وتقول الكوفر فو حتى ل 30 ديسمبر. ما فهمناش ندرا غلطة في الكوميونيكاسيون ولا صارت ابريسيون. دونك حتى زاد في قراراتها باش نرجعوا لهم بعد شوية ممكن نحكيو فيهم اللي 30 في الزنازة وكذا معناتها يوصل 31 يقولوا له ريزرفي معناتها سي بون كومبلي البلاصه. دونك لهنا باش يتدخل معنا الماتر على قرارات هيئه مكافحه الكوفيد معناها اي دونك لهنا باش يتدخل معنا الماتر ياسين عزازه باش يعطينا من وجهه النظر نتاعو كمحاماه معناتها اللي قاعدين يعيشوا فيه معناتها بويسكو هما محامي. تعرف محامي معناتها محامي على كليون، والكليون هو الشعب. دونك تعطل الشعب وتعطل الكليون وزاد كيف تعطل المحامي. دونك الو سي ياسين، مرحبا بكم. صباح النور، شنو احوالك؟ لاباس يعيشك. قل لي سي ياسين. احنا اليوم علي انا من خلالكم ندعو الحكومه هذه انها تتحمل مسؤوليتها. اليوم احنا رانا قريب نقفلوا الشهر بدون معناها دون عداله. هذه راهي صادمه، راهو احنا نستهينوا بها، اما راهي ثم حقوق ناس ومصالح ناس قاعده تضيع في الاسابيع هذه نتاع الاضراب وبتاع الاعتصام. ثم طعون اخر اجل، شكون يتحمل المسؤوليه؟ ثم معناها واحد باش يقدم استئناف اخر اجل الجمعه اللي فاتت ما تماش كتبه، ما تماش شكون يقبل، شكون يتحمل المسؤوليه زعما؟ عندنا 3 أسابيع تو داخلين على الاسبوع الرابع، وعندنا حاجه اسمها مجلس اعلى للقضاء لا حياه لمن تنادي، وكانه ما تماش اضراب نتاع الساده القضاة والساده الكتب. معناها هذا راهو عيب كبير اللي قاعد صاير. كذلك الحكومه
الحكومه ولا تفاعل. يخرج وزير عادل معناها اللي هو قاضي سابق معناها زاد يأجج الوضعيه اكثر ويستعمل الاساليب معناها الغير مسؤوله، وحتى حديثه غير مسؤول اللي يأجج الوضعيه اكثر. انا اليوم كمحامي متضرر وكمواطن انا نطلب من الحكومه هذه انها تتحمل المسؤوليه نتاعها، كذلك المجلس الاعلى للقضاء انه يتحمل مسؤوليته. المحاماه في عديد البيانات الاسابيع اللي فاتت الهيئه الوطنيه للمحامين عبرت على استيائها وعبرت على طلبها الواضح في على الاقل تعليق الاجال، على الاقل تعليق الاجال وحفظ مصالح الناس. صحيح. اليوم اللي عنده قضيه استعجاليه واللي عنده نفقه واللي عنده اهمال عيال واللي عنده معناها سامحني حاجه مستعجله، يعمل شهر كامل منين باش يجيب فلوس؟ صحيح. شكون يتحمل المسؤوليه؟ زعما جمعيه القضاة ورقابه القضاة باش يعطوا المراه معناها تو شهر هي تستنى في النفقه، باش يعطوا الواحد عنده فلوس يستنى فيها مستعجله باش ياخذها معناها نتاع تامين ولا نتاع راهو معناها ما يجيش اللي صاير. كذلك معناها تم السكوت. لو القضاة صحيح احنا نساندوهم في مطالبهم ولا كتب، لكن السكوت على الفساد داخل القضاء. احنا عشنا على وضع قضيه كبيره ياسر، قضيه الرئيس الاول لمحكمه التعقيب ووكيل الجمهوريه السابق. اكيد سمعتوا بها وسمعوا بها التوانسه الكل. تم تبادل اتهامات بين الوكيل الجمهوريه السابق يتهم الرئيس الاول بالفساد والرشوه، وانه هو حول محكمه التعقيب وما ادراك محكمه القانون في تونس حولها الى استغلال احكام وقرارات المحكمه هذه من خلال اخذ رشوه، وانه هو معناها يملك ابارتمانات ويملك عقارات كبيره ياسر. ورد عليه الرئيس الاول لمحكمه التعقيب ان وكيل الجمهوريه متهم بطمس حقائق في قضيه الشهيد شكري بالعيد ومحمد البرامي، وهذه زاد الكارثه الاكبر وتورطه في الارهاب. وهذا معناها هي الدفاع عن الشهيدين قالته مرارا وتكرارا، قالته عشرات المرات انه راهو وكيل الجمهوريه هذا راهو وكيل جمهوريه مسيس، راهو وكيل جمهوريه تورط عندما كان قاضي تحقيق 12 في طمس حقائق، وكذلك عندما تحول وكيل جمهوريه. احنا اليوم ان شاء الله طلبات القضاة غدوه تكون معناها محاربه الفساد داخل القضاء. صحيح. تكون مطالبهم استقلاليه القضاء الحقيقيه وليس مطالب ماديه. اليوم انا نرى القضاء هو الحل في البلاد. صحيح. امام تخبط السلطه هذه التنفيذيه والحكومه كما كنتوا تحكوا على القرارات هذه الارتجاليه والقرارات الكارثيه اللي نعيشوا على وضعها، وكذلك السلطه التشريعيه اللي قاعدين نعيشوا في مسرح هذه بتاع تهريج. اليوم الحل الوحيد هو تكون عندنا سلطه قضائيه مستقله تحاسب الناس هذه، تحاسب الفاسد وتحاسب المستهتر واللي يغلط تحاسبه. لكن احنا معناها هكذا بعود منها السلطه القضائيه اللي هو منحها الدستور ومنحها القانون، منحها من الحق ان يحاسبوا الناس ومنحها من القانون ان يحاسبوا الناس. هم اليوم معناها هابطين للمطلبيه كيما العمله وكيما الموظفين وكيما صحيح رانا نساندوهم في مطالبهم، ما يجيش هكا، ما نعطوش مصالح الناس. طالب لكن مش هكا، طالب انك تحيل الفاسدين المسؤولين، طالب انك معناها انك تحارب الفساد في البلاد اللي انخرها الفساد ودمرها الفساد. عندنا عشرات الشكايات بوزراء سابقين ووزراء حاليين ومسؤولين ورجال اعمال راقده في الرفوف تتحرك معناها الشكايات ضد الزواوله ضد المواطنين معناها اللي عندهم لا سند ولا حيد. هذا هو احنا رسالتنا واضحه، رسالتنا انه يكون اليوم عندنا قضاء مستقل، وراهو اذا كان القضاء مستقل معناها البلاد باش تتصلح. صحيح. اذا كان القضاء صحيح مورط في الفساد ومورط في المطلبيه هذه راهو زاد ماشيين للهاويه. شكرا لك سياسيين. كنا حب يدخل معنا زاد قاضي ورئيس محكمة سابق، لكن للأسف ما نجمناش نتحصلوا عليه، زاد باش يوضح لنا الرؤية متاعهم. دونك خدينا لهنا إن شاء الله يا ربي يصلح حال البلاد، وإن شاء الله تتم الموافقة
للحكومه معناتها تم الحكومه تقعد معاهم ويتفاهموا وتتحل. خاطر اللي يهمنا في الموضوع هذا الكل بصراحه يهمني اكثر حال الشعب، حال الزوالي اللي قاعد يستنى واللي واقف حاله على الحاجه دي. دونك نعاود نشكرك سياسيين، ميرسي بوكو على التدخل نتاعك ونتعداو معناتها. شكرا ليك علي، يعطيك الصحة. شكرا ليك ولضيفك. موضوع هام جدا الحقيقة عايش على واقع بلادنا اليوم، اللي هو الشلل التام اللي صاير في العدالة في تونس وما أدراك ما العدالة. زاد كيف التراشق بالتهم في من حين إلى آخر يخلينا نتسائلوا تساؤل كبير برشا. علاش اليوم ولينا في البوليميك هذه؟ علاش اليوم كان باش نضربوا التربية وباش نضربوا الأخلاق وباش نضربوا القضاة وباش نضربوا السلطة الهامة اللي هي سلطة القضاء وباش نضربوا السلطة الرابعة اللي هي الصحافة. معناها جميع الحاجات اللي فيها قرب كبير للمواطن نضربوها ونخليوها على جنب ونعيشوا على واقع أزمة كبيرة كما الأزمة هذه. إن شاء الله الانفراج جاي، على خاطر الانفراج فيه حل للأزمة متاع القضاة، كيف زاد حل الأزمة متاع المواطنين والمحاماة، وهيكل كامل اللي هو هيكل العدالة. من بعد شوية صادق في بومارشي، احنا رجعنا.